لأن القرآن الكريم هذا لما كان يقرأ بنا سورة الزمر، سورة الزمر مكية وسورة غافر مكية، وانتم تعرفوا باللي الصور المكية اللي نزلت في مكة المكرمة حوالي 85 صورة، 29 صورة مدنية نزلت في المدينة. خذ عمار بن ياسر رضي الله عنه، هذا صحابي ولا لا؟ خذ سمية، صحابية ولا مش صحابية؟ خذ كثير من الصحابة الذين استشهدوا متى؟ استشهدوا بعد سورة المدثر وبعد سورة المزمل، يعني بعد السور الثلاثة. اقرأ المدثر والمزمل والقلم، هاي 4 سور الأولين والفاتحة. معنى ذلك أنهم استشهدوا ولم يسمعوا الآيات التي فرضت فيها الصلاة، استشهدوا ولم يسمعوا الآيات التي نزلت فيها الحج، استشهدوا ولم يسمعوا الآيات التي نزلت في صوم رمضان، صح ولا لا؟ استشهدوا وكثير من الأحكام التي نعرفها نحن هم لم يسمعوها. سمعوا 4 سور من القرآن الكريم واستشهدوا وتقبلهم الله، وهم الآن موجودون في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا هو السؤال الذي نسأله. القرآن الكريم لأنهم أخذوا القرآن الكريم إيمان أنه كلام الرحمن، ما أخذوش القرآن الكريم فقط هكذا. ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان أحدنا، يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر من صغار الصحابة وليس من كبارهم، مثل عبد الله بن عباس، مثل معاذ بن جبل، هذو صغار الصحابة. قال كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فيعرف حلاله وحرامه ومحكمه ومتشابهه، يعني يعرف هذه الأحكام. قال وسيأتي زمان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الزمان. قال يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأ القرآن من دفة الكتاب إلى دفة الكتاب، ينصره نصر الدقل، لا يعرف حلاله ولا حرامه ولا محكمه ولا متشابهه. يعني ما يحرقوش. كل واحد الآن بل الإنسان على نفسه بصيرة. جاء واحد داخل هكذا المسجد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم نظر فيه فقال له النبي أجئت تسأل عن البر؟ قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ميزانك في يدك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تنظر ميزان الناس إليك، انظر ميزانك أنت في يدك. عمرك إذا كان واحد قال لك أنت ما تسواش، أنت تعرف نفسك ولا لا؟ وإذا قال لك واحد تسوى وأنت تعرف نفسك واللي ما تسواش، ماذا يفيدك هذا؟ الإنسان ميزانك في يدك. إياك أن تغتر بمدح المادحين ولا تنظر بقدح القادحين. ولذلك كان ابن حزم الأندلسي رحمه الله يقول إذا عرفت نفسك فلا يضرك كلام الناس. كي تعرف نفسك خلي الناس يتكلموا واش يتكلم، مليح مش مليح، مقبول مش مقبول، هذه حاجة ثانية. ولذلك إخوتي في الله عز وجل القراءة الحسنة تزيد الخشوع، والخشوع يأتيك إلى التدبر. خذ مثال في التراويح الآن، فرضوا على الناس يصلوا حزبين هكذا ولا لا؟ كل المسجد يصلوا حزبين ويقرأوا بقراءة ماذا؟ ورش، بزعم أن هذه هي المرجعية الوطنية. لا بأس. ورش لم يلد في الجزائر ولا في ديار الجماعة. ورش زاد نابغة في ديار الجماعة. ورش زاد في مصر، يعني جانا من مصر. الإمام مالك ولد في المدينة ولم يولد في بلكور. وقس على ذلك الأئمة الذين نقتدي بهم. خلي المساجد
هي الإمام العلماء يتكلموا يقولوا المساجد على ضربين: ضرب للولي الأمر، المسجد الكبير تاع ولي الأمر هذا هو اللي مستكلف به، ينصب فيه الإمام. ولي الأمر الشرعي مش اللي خارج على الطريق، خاطر كثير من الناس اليوم ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر. ربي قال في القرآن الكريم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش وولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم. فرق بين ولي الأمر وأولي الأمر، بمعنى ذلك أن الحاكم ولي الأمر لا يكون إلا بمن أولياء الأمر الآخرين، أهل الحل والعقد، مش هو فقط ينتخب. وقال منكم، ما قالش عليكم، بمعنى جايبه بالقوة عليكم. ممكن الآن لما نتكلموا كلام كما هذا يسموه تشدد، تطرف. تعالوا إلى كلمة سواء. احنا المتطرفون اجلسوا معنا، وريونا ما هو التطرف وما هو التشدد. تلقيوا هكذا بالكلمة وتحبوا تشوهوا الشباب وتشوهوا الناس، هذا متطرف، هذا متشدد. هذا جابوا لنا إسلام أمريكاني وإسلام فرنساوي وإسلام جزائري وإسلام تونسي، إسلام واحد مرجعه هو كتاب الله عز وجل القرآن فقط، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من القرآن: وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. آية تعال. واحد شباب اختلفوا مع إمام. لما يختلفوا شباب مع الإمام، ما هو دور الإمام؟ دور الإمام أنه هو إمام، يسموه في الإمام، يناقشهم، يقول لهم هذا خطأ هذا صواب. لا، الإمام يروح يقدم تقرير لرجال الأمن، يشدوا الناس دخلوهم في الحبس. قالوا الإمام اش كابيك؟ ما لا، لما دخلوا الناس للحبس جاتني أحد نساء قالت لي زوجي راهم دخلوه للحبس. كيف صار؟ قالت لي الإمام الفلاني. رحت له الدار، ذهبت إلى منزله وطرقت عليه الباب، قلت له: أنت راك قاعد هنا في الدار وراهم الناس راهم في الحبس، هذه خدمة الإمام؟ مش خدمة الإمام. الإمام ما عندوش دخل بالأمن ولا يسير الأمن، بل الأمن هو اللي يسير. الإمام يسير الكوميسار، مش الكوميسار يسير الإمام. خدش إمام أعرف بكتاب الله والحلال والحرام. الحقيقة نقول هذا الإمام اندم ورجع، وختم الله خاتمة حسنة والحمد لله رب العالمين. لكن لا بد، ما دور الإمام؟ أنت لما تجي الآن شباب عندك في المسجد تقول لهم أنتم متطرفين، أنتم فهم له شنو التطرف، فهم له شنو هو التشدد. بالك هو مش متشدد، بالك هو مش متطرف. هذه كلمات صنعتها المخابرات الأمريكية كي تحب تخلص من واحد. طيب الآن خاوتنا في حركة حماس اللي جاهدوا في سبيل الله، وأنا أفضل كلمة المجاهدة على كلمة المقاومة، وإن كانت تجوز مقاوم أو مجاهد تجوز، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن يقول لهم هذا إرهاب. وإحنا لما استعمرتنا فرنسا 130 سنة، فرنسا وش كانت تسميه؟ نفس الشيء، وكان عندها أئمة نتاعها أيضا اللي قدموا تقارير تسجن الناس. الإمام، شوف الإمام ماش كان يقرأ علينا في سورة الزمر؟ قوله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الآية القرآنية جابوها الخوارج وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فوق المنبر في الجمعة، ناظروا الخوارج. وكلمة الخوارج هذه توسعوا فيها واحد التوسع حتى ولا الإنسان كل الناس اللي ما يمشيش في طريقهم راه من الخوارج. كل الناس. من هم الخوارج؟
ما هي عقائدهم؟ هل هذا من الخوارج علي بن أبي طالب قال له وهو فوق المنبر: لئن أشركت لا يحبطن عملك. اتهمه بالكفر ولا لا؟ شوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول لهم: أنا من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وأنا صاحب السوابق، أنا اللي حضرت جميع الغزوات، صح ولا لا؟ ويضربهم ضربة رجل واحد ويسجنهم ولا لا؟ شوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال لهم لهؤلاء: قال: لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم من المساجد أن تذكروا فيها اسم الله. يقول لك: في الله تذكروا الله، ما نديك يوم الحبس ما واجب. ولا نمنعكم من الفيء، ماشي لأنكم ما تحبونيش أمير المؤمنين ما نعطيكمش الشهرية اللي توكلوا بها أولادكم وولاد أولادكم ولا نبدأكم بقتال. متى نبدأكم بقتال؟ نهار اللي تجردوا السيف وتحبوا تقاتلوني بغير وجه حق، عند ذلك أقاتلكم. يقاتلهم لدفع شرهم لا لكفرهم. ولذلك أهل العلم كلهم قالوا أن الخوارج ليسوا كفار، عصاة كبقية العصاة. هذه مسائل الآن راهي العالم هزته، راكم تسمعوا ولا لا؟ هذه لماذا هذا الناس اللي يكرهوا هذا الشباب حطوهم في التلفزيونات، جيبوهم في المسجد، الإمام حتى كي يكرههم ما يحبهمش يقعد معاهم ويناقشهم، هو يطلب بدلوي وهم حتى إذا كان فيهم واحد متعصب وواحد فيهم شوية منرفز وواحد فيهم شوية الإمام لازم يكون عنده هدوء في الأعصاب ولا لا؟ ويناقشهم ولا ما يناقشهمش، ويديرهم كيما أولاده ولا لا؟ لا نفروا منهم، واحد يدير بهم تقرير للأمن، واحد يدير بهم كذا، واحد يسبهم. هذا الشباب ينفروا ولا ما ينفروش؟ وكي ينفروا يديروا الشيء اللي في دماغهم ولا لا؟ إذن لا بد أن تكون لهؤلاء الشباب حاضنة، مش فقط اللي في المسجد، حتى هذا الشباب اللي راكم تشوفوا فيه في الخارج. أنا نعطيكم مثال اليوم لعبد الضعيف. رحت إلى القاعة البيضاوية لاكوبول، قلت لهم: يا ولدي اعطونا القاعة نديروا فيها. قال لي: وش تدير فيها؟ قلت لهم: نديروا فيها الدرس. وكل واحد وش يقول؟ واحد يقول لازم تروح لوزارة الخارجية، واحد تروح للداخلية، واحد كذا، واحد كذا، إلى كل واحد يقول لك، واحد يقول لك المدير مش هنا، واحد كذا. المهم أنا اللي عارف باللي ما مش راح يعطوني القاعة. بينما في الدول الأخرى الكفار كما يقولوا كفار يسموها حرية ماذا؟ وين تعبر أنت؟ تعبر في دارك، تعبر في الجامعة، تعبر في قاعة الحفلات، تعبر وين؟ لا ما عندناش احنا وين نعبر. واحد منهم قلت له: ديروا لنا كيما هيد بارك هذيك اللي موجوده في بريطانيا. كاين واحد ساحه كبيره اللي يوجعوا راسه واللي مخلق على الدوله واللي مقلق يروح تما ويعيط ويقول كذا وكذا وكذا ويروح لداره، صح ولا لا؟ وكاين ناس ياخذوا بالملاحظات. بالك هذا السيد الساخط عنده كلمه من الاصوات، ما تجيش كلمه صواب ولا لا؟ ان الملوك اذا دخلوا قريه وجعلوا أعزة أهلها قال ربي وكذلك يفعلون. هذه ابن القيس كانت مؤمنة ولا كافرة؟ كانت كافرة. قالت كلمة حق ولا ما قالت كلمة الحق؟ صدقها الله ولا قال هذه كافرة ما تاخذوش عليها؟ لا، قال ربي عز وجل وكذلك يفعلون. صدق الله قولها وهي كافرة. والحديث صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان اللي علمه آية الكرسي كي تجي ترقد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خليك من الشيطان، اقرا سورة أخرى، ما تقرأ سورة. لا، ما دام آية الكرسي الشيطان جابها وهي صحيحة. لا نرد الحق ولو خرج من كافر، ولا نقبل الباطل ولو كان من مسلم. هكذا الميزانات، عندنا ميزان. أنا لما قلت لكم القرآن الكريم كاين الصحابة رضي الله عنهم ماتوا والصور القرآنية الكريمة مازال ما شافوهاش وما شافوش أحكامها، وليس الحل الآن باش نتكلموا بهذا. فرحت من تما زدت رحت لقاعة حرشة. قلت بالك في حرشة غلط على واحد السيد برا، معليش وغلط على واحد السيد برا الطوموبيل جاب. اسمع، هذا اللي غالق الطريق، الاخ اللي غلق الطريق ينحي السيارة. خلاص خونا بارك الله فيك. غلط على السيد برا باش يروح. صح. طيب خلاص. اذا رحت لقاعة حرشة،
نفس الشيء قال لك يا ولدي كاين احنا ناس كذا ولازم اجراءات ولازم كذا. طيب الان هذا الوقت اللي رانا قاعدين فيه كاينين اماكن يغنيوا ولا ما يغنيوش؟ كاينين اماكن يرقصوا ولا ما يرقصوش؟ طيب انتم علاه احنا ما تعطوناش حقنا؟ يا خويا هو يرقص اليوم وانا ندير الدرس غدوه. هو الشعب يسمع ولا لا؟ انتم دير روحكم في بلاصه الشعب، خلوا الشعب يسمع. هو يرقص اليوم وانا غدوه كريها لي ندير فيها الدرس، صح ولا لا؟ في المسجد قال لك ممنوع تدرس في المسجد، درس في المسجد العقوبه. يعني ايش تضرب؟ انا نتفكر باللي ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قال كلمه لما قال له عثمان بن عفان وما ادراك، عثمان بن عفان راه خليفه راشد ولا لا؟ ومن 10 مبشرين بالجنه، ونزل فيه القران الكريم وكان يقرا علينا الامام امن هو قانت اناء الليل. هذه الايه نزلت في من؟ في عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان ابو ذر الغفاري قال له امنعك من الفتوى، ما تفتيش. قال له والله لو وضعوا السمصام على رقبتي وكنت أعرف آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله لقلتها قبل أن تفصم رقبتي. وهذا اللي يحبوا يمنعونا من الهضرة ومن الكلام بأي حق؟ ليش تمنعوا؟ كل من هب ودب في الجزائر هذه يتكلم، الملحد يتكلم، اللي ما يعرفش القرآن يجيبوه في البلاطوات يفسر الآيات ويفسر الأحاديث ويفسر الحديث. والآن ولاو يطعنوا في القرآن، سمعتوهم ولا لا؟ ويطعنوا في البخاري ولا مش؟ حتى البخاري الآن أصبحوا يطعنوا فيه ويحطوهم في التلفزيونات ولا واحد يتكلم. وأنت جيت تتكلم يقولك ممنوع. ألا ممنوع يا أخويا؟ مش ممنوع. حبيت تدونا الحبس ادونا الحبس، أهلا وسهلا ومرحبا. احنا يا خاوتي هذه البلاد إما تعطيه الحرية للجميع، صح ولا لا؟ أما واحد تمد الحرية يطبل ويزمر ويغيط ويدير وش يحب وانت توجدها له وتعطيه انت القاعة وتعطيه انت الآخر. وانت لما تجي تتكلم يقول أنا لما تكلمت ومن بعد رحت البلدية نتاع القبة قلت لهم اعطوني قاعة الحفلات، حبيت نقول كلمة. وش يقول لك رئيس البلدية؟ يقول لك أنا ما نقدرش، أنا لازمني سلم لازم كذا. هذا هو مسكين ماهوش قادر. السؤال المطروح من الذي يمنع الناس من التعبير؟ خلي الناس. قال لك معاوية بن أبي سفيان قيل له اقطع ألسنتهم، ممكن الناس يظلوا يعذروا النهار كامل فيك، اقطع ألسنتهم. واش قال معاوية بن أبي سفيان؟ قال أخشى إن قطعت ألسنتهم شهروا سيوفهم، خليهم في اللسان ولا يروحوا للسيوف، صح ولا لا؟ معناها شوف الحكمة. أنا يا خاوتي راني هذه ديار الجماعة يا شيخ ربي يحفظك. هذا احنا في ديار الجماعة، هذا الحي المبارك. نسأل الله عز وجل يجمع كل الناس على الهدى وتكون عندنا الجماعة المسلمة الصالحة المصلحة. اسمعت وانتم شباب اقراوا دين، اقراوا وتعلموا وكي تكونوا عندكم قناعة، هذيك القناعة بنيوها عن علم وعن دراية. وإذا كان هذه البلاد راكم تقولوا حرية التعبير للجميع وحرية التجمع وحرية كذا، ليش يمنعوا منها الآخرين؟ ليش يمنع؟ قلتوا الشعب هو اللي يختار، خلي احنا نقولوا والآخرين يقولوا ونشوفوا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لقريش؟ قال خلوا بيني وبين الناس. ولكن خلاوها النبي ولا ما خلاوهاش؟ ما خلاوهاش. إذن يا إخوان الآيات اللي قراها الإمام لو كان نوقفوا عند بعض الآيات شيء عجيب، شيء عجيب، شيء عجيب. اليوم شوف مثلا احنا كي نتكلموا على ولي الأمر، علاش نتكلموا على ولي الأمر؟ قلت تكلم على السياسة. ولي الأمر موجودة في القرآن ولا مش موجودة في القرآن؟ وأمرهم شورى بينهم ولا لا؟ طيب هذه موجودة، كاين سورة في القرآن. والعجيب أن سورة الشورى سورة ماذا؟ مكية مش مدنية. يعني نزلت الشورى قبل الصيام، ونزلت الشورى قبل الحج، ونزلت الشورى قبل الزكاة. باش تعرف كلك انت
ما تتكلمش على الامور هذه السياسيه ودير الفوضى في البلاد. انا عمري ما درنا الفوضى الحمد لله رب العالمين. احنا نقولوا عاودوا روحوا لكتاب الله وسنه النبي. ياك نهار 27 يوزعوا القران ولا لا؟ هاو ليله 27 يقول لك لما رئيس البلديه رايح يشري القران ويوزعوا. انا بالنسبه الي انتم تشريوا الجواز ومدوهم للشباب، بصح رئيس البلديه يروح ينحي لنا الناموس وينحي لنا الزبل. هذاك هو الاجر عند الله. يجيبوا لنا يتمسخروا بينا احنا. الناموس قتلنا والذبان قتلنا والهم قتلنا ويوزع القران. احنا يا نشريوا للشباب نتاعنا ونوزعوا لهم القران، بصح انت مهم وما تديش من اموال نتاع البلديه، لانها مش من اموالك تاعك، هذه اموال تاع من؟ تاع الامه، تاع الشعب. وحتى العلماء قالوا لا يجوز لولي الامر ان يبني مسجدا من اموال الامه بغير رضاه. ما كانش. هذا اللي يتكلم يقول لك لا حد يدير فوضى في البلاد. يا خويا والاخرين دارين فوضى اكثر، قال لك القران خلينا منه والاسلام خلينا منه وفصل الدين عن الدوله ونحبوها دوله علمانيه. هو يقول احنا ما نقولوش، والله غير نقولوا يا سيدي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سبحان الله. هما يقولوا احنا ما نحوش. الامام في الصلاه واش قال لنا؟ ماذا قال الامام لما قرأ علينا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون؟ في النهايه واش قال؟ لكم دينكم ولي دين. يا سيدي هما لا حبوا نمشيو احنا بعيهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. المصير لكم. احنا ممكن نموت، ممكن نسجنوا، ممكن يصير لنا حاجه، بصح الامل فيكم انتم ما شاء الله. ربوا ابناءكم على الاسلام، مش الاسلام الفردي. قال صلي وصوموا وزكي ودير الفرد وتقبل الارض، لا. الاسلام الفردي والجماعي. اما الاسلام الثقافي باش الناس يوليو يعرفوا التفاسير والايات وكي تعرف هذه الاشياء وما تطبقهاش وما تعملش بها ولا لا. اذا هذه الان حاكمين. انا لما تكلمت قلت الرئيس مريض نحوه. اسمعوني. بالك لعلي لا القاكم بعد يومي هذا. لعلي لا انا نقول لكم بكل صراحه. شوفوا لعابيك مدرب الفريق الوطني ماجر حاجة كبيرة عليه ارحل ارحل ارحل. هذا الإعلام كله اللي يقول له المرحل. انتم شفتوا الرئيس وما يتكلم وما يسلم وما مع التسجيل. على ما قلتلوش ارحل. جايين الواحد لعاب ما زال شاب ويا سيدي عام حكم اعطوه على الاقل. هذا قاعد شحال من قريب قرن يعني ربع قرن ما قلتلوش ارحل. وهذو جبناء. كاين بعض الاعلاميين جبناء طايحين على ماجر انا ما نعرف لا ماجر ولا غير ذلك، لكن انا نحب نتكلم. لاه تشجعتم باش تقولوا لهذا المدرب ارحل وانتم تشوفوا الرئيس بعينكم ما يتكلم ما يسلم ما يعرف. اسمع لا خذ سنعطيكم حاجه ثانيه. لو كان تسرد جريمه هنا في ديار الجماعه لا سمح الله وتشوفوها ولا يشوفها واحد يحكموا الواحد واش يقولوا؟ ما بلغتش. عدم التبليغ. يعاقبوه على عدم التبليغ. وزراء قعدوا مع الرئيس وهما عارفين باللي ما يتكلم ما خرجوش وما بلغوش. قال ما عندناش رئيس عندنا شبح. انت لما يكون عندك فيلا ولا عندك دار ولا عندك تجاره وفي عمرك 70 سنه 65 سنه تحب تبيعها يطلبوا منك وحش. يطلبوا لك ورقه اللي القدرات العقليه نتاعك لا باس. هذه دارك ما تبيعهاش الا لازم تجيب ورقه. هذا يصير في بلاد باكملها. كيف تخلوه؟ اذا مش قضيه احنا نتكلموا في السياسه، احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي. نعلم الناس كيف يصلون. وقال خذوا عني مناسكهم. نعلم الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقربكم مني مجالسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. نعلم الاخلاق.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كيف تكون سياستها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك هذه خلوكم منها، هذه لينا لشكون. احنا الآن يقول لك ممنوع. هاكم شفتوا أو يحيى رئيس الحكومة الوزير الأول قال لهم روحوا تعاونوا حتى مع لي بينوار الأقدام السوداء ولا لا، اللي كانوا دايرين الشعب الجزائري خماس ولا لا. احنا كاين مادة في القانون نتاع السلم والمصالحة ممنوع، المادة 26 كل اللي كانوا في الجبهة ممنوع باش يديروا السياسة، ولا ممنوع. كاين اللي نحاولهم خدمتهم، كاين اللي نحاولهم رزقهم، كاين اللي مازالهم في السجن ربي يطلق سراحهم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني علاه جردوهم. احنا كلنا مواطنين، كلنا مواطنين يا سيدي. هيا نفتحوا صفحة جديدة. نعم ولا لا، نفتحوا صفحة جديدة. صارت هذه المشاكل في الدول الأخرى ولا ما صارت؟ نفتحوا صفحة جديدة ويشاركوا كل الناس، واللي يعطاه الأمة تعطيه الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ليست العصمة للأئمة، العصمة للأمة. لا تجتمع أمتي على ماذا؟ على ضلالة. خلوا الشعب هو الذي يختار، هم لا. قل لك ممنوع، وما تتكلمش في الجامع، وما تتكلمش في الزنقة، وما نعطوكش قاعة. علاه ما تعطوناش قاعة؟ أنا مانيش نقول لكم القاعة هذه ندير فيها ندير الدرس يا خويا. واحد البارح رقص، علاه خليتوه؟ وأنا يا اليوم قال لك تلا ما نعطوكم قاعة تاع حرشة ولا خرشة ولا ندخلوكم في الخرشة كاع عادي. لكن خاوتي بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأعزكم الله. وراكم في الحقيقة راكم أجبرتوني باش نقول الكلمة ما عاش بعدها واش يكون. الله يسترنا ويستركم. محمد سي بون محمد لا ما تعيطش. أنا خارجين سكينة إن شاء الله عليكم باليد والسلام. خليه يخرج عادي، خليه يخرج عادي اخونا، اجبد عليه خليه يخرج عادي. الله يحفظك، خليه عادي، خليه عادي، خليه يحدث صحيح.